اتصدمت في جوزي يوم دخلتي. أنا منى، أصغر بنت في إخواتي. إحنا 3 بنات، هبة ورباب وأنا منى. وطبعا بابا وماما. إخواتي البنات الأكبر مني متجوزين، الكبيرة متجوزة واحد شغال في شركة حكومية، وأختي الوسطانية متجوزة واحد شغال في شركة قطاع خاص. بس الاتنين دايما في مشاكل وخلافات بسبب قلة الفلوس، لأنهم عايشين على المرتبات اللي مش بتكمل لحد نص الشهر. وكنت أنا جميلة وشيك ومتدلعة، ودايما بيقولولي سندريلا العيلة، لأني أجمل واحدة في العيلة كلها. وماما كانت دايما تقولي انت اللي هتعدلي جوازات العيلة وهتجيبي لنا العريس اللقطة، مش جوازات اخواتك اللي مفيش منها رجا. بصراحة كنت مغرورة جدا بجمالي، وكنت دايما أرد وأقول لها طبعا يا ماما، ما أنا السندريلا. بس أنا كنت بحب أحمد ابن عمي، بحبه قوي من صغري، وهو كمان بيحبني. ورغم حبي الكبير ليه، بس دايما كنت بقول مش هو ده العريس المناسب، مش هو ده جوزي اللي بحلم بيه، مش هو ده اللي هيقدر يجيب لي العربية والشقة اللي بحلم بيها، ولا هو ده اللي هيقدر يدخل أولادي أحسن المدارس. جه أحمد بعد ما اتخرجت واتقابلنا، قال لي أظن بقى خلاص حججك خلصت وخلصت تعليمك، نتجوز بقى ونفرح أهالينا. أول ما قال لي كده اتصدمت، وما بقتش عارفة أجمع الكلام ولا أقول له إيه. طب هجيبها له إزاي، وإزاي هقول له مش أنت زوج المستقبل بالنسبة لي ولا فتى أحلامي؟ رديت عليه قلت له سيبني يومين أفكر. اندهش وقال لي تفكري؟ اللي يسمع كده يقول إنك ما تعرفنيش ولسه عايزة وقت تفكري وتاخدي قرار. قلت له معلش يا أحمد، سيبني يومين. بعد يومين اتفقت أنا وهو، وقعدت اتكلمت معاه وقلت له بصراحة يا أحمد أنا بحبك قوي، بس مش هقدر أتجوزك، ويا ريت تكون دي آخر مقابلة بينا. رد عليا بصدمة، انت بتقولي ايه؟ ازاي يعني بتحبيني وفي نفس الوقت ما ينفعش تتجوزيني؟ انت بتهزري ولا دماغك دي فيها ايه؟ رديت قلت له مش انت الراجل المناسب ليا، انا عايزة واحد اعيش معاه عيشة مرتاحة، مش ناكل يوم والتاني لأ، ولا نبدأ من الصفر. انا عايزة واحد جاهز. قال لي يعني معنى كلامك هتسيبي قلبك معايا وتروحي لغيري؟ كده هتتعبي يا منى وهتندمي جامد. وسابني ومشي. انا فضلت فترة نفسيتي تعبانة ومخنوقة ومحتارة ما بين قلبي وعقلي وما بين كلام ماما، لحد ما في يوم لقيت رسالة على التليفون، واحد بعت بيقول لي ومعجب بيكي وعايز اتجوزك. بصراحة في الأول تجاهلت الرسالة وقلت ده هزار وأنا مش فايقاله، لحد ما لقيته بيبعت رسائل كتير وبيلح جامد في طلبه للجواز مني. بصراحة بدأت أرد عليه، وعرفت منه إن أهله قاعدين برا مصر، وإنه غني وغني قوي. كمان طلب مني إنه يجي يتقدم لبابا، وطلب مني رقم تليفون بابا عشان يتصل بيه ويحدد ميعاد معاه. بصراحة أنا بعتله رقم تليفون عشان أعرف هو فعلا صادق في كلامه ولا مجرد عايز يتسلى، لكن فعلا اتصل ببابا وحدد معاه ميعاد وجه وعرف نفسه وقال أنا ماجد، راجل أعمال على قدي، أنا وأهلي عايشين برا مصر، وأنا كنت جاي هنا في شغل وشفت منة بالصدفة وعجبتني، ولازم أسافر تاني خلال شهر بالكتير. لو موافقين على الجواز يبقى لازم نتجوز خلال شهر بالكتير، واخدها معايا وأنا مسافر. بابا سأله طب ما حدش من أهلك جه معاك ليه؟ رد ماجد كلهم برا مصر وصعب إنهم ينزلوا، عموما هم هيكلموكم في التليفون، ولما نروح هناك يشوفوا منا وهي تشوفهم. رد بابا قال له طب والشقة والعفش؟ رد ماجد قال له ما تقلقش يا عمي، انا هجيب لها احسن شقة في احسن مكان واحسن عفش، وهكتبه باسمها كمان، ومش عايز حاجة منها خالص، انا مش عايز حاجة منها غيرها هي وبس. رد بابا قال له سيب رقمك وانا هتصل بيك ارد عليك. مشي ماجد، وبعد ما مشي ماما وبابا وانا قعدنا نتكلم. بابا قال بصراحة انا مش مرتاح له خالص، وبعدين جاي لوحده كده ولا نعرف عنه اي حاجة، انا مش ممكن اوافق كده، وبعدين جواز ايه اللي في خلال شهر ده؟ هو سلق بيض، طبعا ما ينفعش. ردت ماما قالت له انت عايز اكتر من كده؟ انت بتحب تعقد الدنيا وخلاص؟ يعني الراجل جاهز وعايز البنت، وبعدين قالك اهله هيكلموك، عايز ايه تاني؟ احنا ما صدقنا ان جت جواز عدلة هنتنصف فيها، بلاش بقى تعقدها. اتعصب بابا وقال يعني انت عايزاني ارمي بنتي كده وخلاص؟ وبعدين مالها جوازات بناتك التانيين؟ ما هم عايشين مبسوطين مع رجالتهم، محافظين عليهم، على الاقل لو واحد فيهم غلط هلقى حد اتفاهم معاه واكلمه. رديت وقلت له يا بابا بعد اذنك انا موافقه اتجوزه. رد وقال لي واحمد ابن عمك نسيتيه كده بسرعه؟ ردت ماما وقالت قول كده بقى،
انت عايز ترضي اخوك وخلاص، وده كله على حساب بنتي انا. بابا اتضايق من كلام ماما وقام وقال انتم احرار، انتم حرام معاكم الكلام، انا هدخل انام احسن. بصراحه يئست. بصت لي ماما وردت وقالت لي ما تخافيش، هيوافق وهتتجوزيه. طمنتني بكلامها بصراحه وضحكت وقالت هي دي الجوازه اللي تشرف صح. المهم بعد اسبوع من الشد والمحايله وبابا يعترض واحنا نحايل فيه، اخيرا بابا وافق واتصل بماجد وجه وعملنا خطوبه على الضيق مع اهلي واخواتي واصحابي. وطبعا هو ما كانش معاه حد لانه قال ان اهله كلهم بره مصر. وتمت الخطوبه وجهز الشقه، وبعد ما جهز الشقه وفرشها احسن فرش قال انا كده عملت زي ما وعدتكم، نكتب بقى الكتاب عشان نلحق نسافر عشان اخلص شغلي. بصراحه ما اكدبش عليكم، انا كنت دايما قلقانه وحاسه بحاجه غريبه، وكنت دايما بحس ان مشاعره بارده، وكنت بصبر نفسي بقول يمكن عشان انا معرفوش او عشان لسه بحب احمد، مش قادره احس باي حاجه ولا احس باي حد تاني، واني فعلا جسد من غير قلب. المهم كتبنا الكتاب وعملنا فرح برضه صغير مكون من اهلي واصحابي واخواتي، وكان هو وواحد زميله بس اللي موجودين. وودعت اهلي بالدموع والاحضان، وخلال ساعه كنا في المطار وركبنا الطياره وسافرنا. خدني وداني على فيلا كبيره، بصراحه حاجه كده خيال، ما كنتش متخيله ان في حاجه كده بالجمال ده والروعه دي. لقيته بيبصلي ويقول لي يلا يا قلبي عشان ندخل عش الزوجيه. بصيت له وضحكت ودخلنا. لقيت المكان فاضي خالص. قال لي انا اديت الشغالين اجازه لمده اسبوع عشان ناخد راحتنا يا جميل ومحدش يضايقنا. قلت له فين اهلك، هو انا مش هشوفهم ولا ايه؟ قال لي بكره الصبح هيكونوا هنا وهعرفك بيهم وتشوفيهم ويشوفوكي. دخلنا الاوضه، بصراحه كانت في منتهى الروعه، متوضبه صح وكمان عشا جاهز وكل حاجه متظبطه. ماجد قال لي يلا يا قلبي عشان نتعشى. رديت قلت له انا محتاجه اخد شاور واغير هدومي عشان السفر. رد قال لي لا تعالي نتعشى الاول عشان بصراحه انا جعان قوي ومش هقدر استنى، وبعدين الاكل هيبرد. قلت له خلاص ماشي، وما رضيتش اعرضه في طلبه. قعدنا وتعشينا. ماجد خدي قلب العصير ده اشربيه. انا لا خليه بعد الاكل عشان ما بحبش اشرب حاجه مع الاكل. لقيته مصمم زي الام اللي بتصر على ابنها او بنتها في الاكل والشرب. قلت ماشي واخدت العصير وشربته، وبعدها ما حسيتش بحاجه خالص الا تاني يوم وهو بيصحيني ويقول لي يلا يا قلبي يلا يا عروسه صباحيه مباركه، انت هتقضي اليوم كله نوم ولا ايه؟ يلا اهلي بره وعمالين يسالوا على العروسه الكسلانه من اولها كده. بصيت له وقلت له ايه ده، انا فين وايه اللي حصل؟ انا مش فاكره حاجه خالص. هو ايه اللي حصل امبارح وكان عندي صداع جامد جدا؟ رد وقال لي ده عشان السفر وتغيير المكان، يلا قومي جهزي نفسك وتعالي. انا حاولت افتكر ايه اللي حصل لكن مش فاكره حاجه خالص غير اني شربت العصير. المهم قمت غيرت هدومي وظبطت نفسي وطلعت عشان اشوف اهله واسلم عليهم. واول ما خرجت اتصدمت من اللي شفته. شفت منظر غريب، ايه اللي بيحصل ده؟ شفت 5 بنات لابسين لبس مستفز، لبس مكشوف على الاخر. انا كبنتي زيهم اتكسفت اصلا ابص لهم، وقاعدين حوالين ماجد. استغربت مين دول وهم قاعدين جنبه كده ليه؟ بصراحه اتغصت، ندهت عليه يا ماجد لو سمحت دقيقه واحده. جه نعم يا قلبي. قلت له مين دول وايه اللي هم لابسينه ده وقاعدين حواليك كده ليه؟ رد بالراحه شويه، في ايه مالك؟ دول اخواتي. قلت اخواتك؟ انت ما قلتش ان ليك اخوات. قال يا ست دول اخواتي البنات وانا الولد الوحيد على 5 بنات. قلت له ايه اللي هم لابسينه ده؟ قال لي انت ناسيه انت عايشه فين دلوقتي؟ يا ريت انت كمان تلبسي زيهم وتتعاملي زيهم. رديت عليه مستحيل، مستحيل اقدر اعمل كده او البس كده. حسيت اني لوحدي وبدا الخوف يتملك مني. رد وقال لي اظن بقى تيجي تقعدي معاهم عشان بايخه قوي كده. قلت له حاضر، وفي نفسي بقول ده ايه العيله متحرره قوي دي. خرجت عشان اقعد معاهم شويه. سمعت واحده منهم بتقول هي فاكره نفسها ايه وبتترسم علينا قوي كده ليه؟ هي تعمل عنا عروسه؟ بكره نشوف عروستنا هتعمل ايه. وبتضحك ضحكه سخريه واستهزاء، ضحكه استفزتني، والبنات اللي حواليها ضحكوا على كلامها. بصراحه سمعت وسكت لاني لسه مش مستوعبه اللي بيحصل. لقيت ماجد جاي بيقول لي اعملي حسابك يا قلبي ان في حفله بالليل معموله عشان جوازنا واصحابنا هيحتفلوا بينا. قلت حفله؟ بس انا مش مستعده خالص. قال لي دي حفله صغيره وهنا في البيت مش بره، ما تقلقيش خالص. قلت ماشي حبيبي طالما انت معايا خلاص. وجي الليل وبدات الناس تيجي، وجي ماجد قال لي جهزي نفسك والبسي احسن فستان عندك، عايزك تكسري الدنيا تحت. بصراحه ما فهمتش كلامه وقلت حاضر. عايز يتفخر بيا قدام اهله واصحابه.
لبست ونزلت، واول ما نزلت وشافوني لقيتهم عمالين يصفروا ويسقفوا ويقولوا هو ده فين الحاجات دي من زمان. ايوه يا ماجد. بصراحه استغربت وبصيت لقيت البنات اللي كانوا موجودين الصبح قاعدين بلبس افظع من اللي شفته الصبح، وكمان قاعدين مع شباب بطريقه تكسف، ولقيت خمره وكلام ما يتقالش خالص. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفاه ده؟ انا حزينه قوي من اللي بشوفه ده. ندهت على ماجد قلت له ايه اللي بيحصل ده؟ هو ده بيت ولا كباريه؟ قال لي تعالي فرفشي شويه وفرفشي الناس اللي معانا. بصي وائل قاعد لوحده ازاي، روحي اقعدي معاه وفرفشي شويه. رديت بعصبيه وصدمه، انت بتقول ايه؟ معقول ده انا مراتك تقبل كده على نفسك وعرضك؟ رد وهو بيضحك بصي انت باين عليكي غبيه قوي، معقول كل ده ولسه ما فهمتيش؟ عموما عشان لسه جديده بس هسيبك النهارده عقبال ما تاخدي على الجو الجديد. بصراحه كنت مصدومه من اللي سمعته، ما بقتش عارفه اعمل ايه. لقيتهم كلهم ملهيين وغايبين عن الوعي وسكرانين. انسحبت بالراحه وقلت فرصه الحق اهرب قبل ما يفوقوا ويحسوا بيا. لسه بفتح الباب لقيت واحده ورايا بتقولي رايحه فين يا حلوه؟ انت فاكره الهرب بالساهل كده؟ كان غير كشطر. انت عارفه بره الفيلا دي في ايه؟ ماجد مربي حيوانات مدربه وحرس بره معاهم امر لو اي حد خرج من غير اذنه يقتلوه على طول من غير كلام. على فكره احنا هنا كلنا جينا بنفس الطريقه اللي انت جيتي بيها ومش عارفين نهرب ولا نخلص منه. ارجعي وارضي بنصيبك. بصيت لقيت ماجد جاي وبينادي عليا وخدني من ايدي وشدني جامد وهو متعصب، شدني على الاوضه. انا خفت منه قوي. لقيته بيقول لي انت مش كنت بتسالي ايه اللي حصل يوم ما جينا هنا يوم فرحك يا قطه؟ انا اتسمرت مكاني ومش عارفه ارد. لقيته جاب اللاب وفتح ووراني فيديو ليه بعد ما شربني العصير. فيديو اشعر جسمي. معقول كل ده حصل فيا وانا غايبه عن الوعي؟ كده دمرني خالص. حرام عليك اللي انت عملته فيا ده. ليه كده؟ في حد يعمل في مراته كده؟ رد وقال لي مراته ضحكتيني يا شيخ. بصي حلوه، تمشي معايا مظبوطه ترتاحي وتنبسطي وتلعبي بالفلوس لعب، لكن هتعندي معايا هبعت الفيديو لابوكي وامك وانت عارفه اللي ممكن يحصل لهم كويس، وانشره على السوشيال ميديا وكل اصحابك واخواتك وقرايبك لما يشوفوه هيقولوا ايه، وشكل اهلك هيكون ايه. فخليكي كويسه كده وشغلي دماغك. قعدت في اوضتي 3 ايام وقلت مش هاكل ولا هشرب واخلص من حياتي وارتاح. دخلت بنتي اسمها تغريد دي البنت اللي كانت بتكلمني لما كنت عايزه اهرب. لقيتها جايه وجايبه اكل معاها وعصير وبتقولي ما ينفعش تقعدي كده من غير اكل ولا شرب، حرام عليكي. قلت لها انا ما اقدرش اعمل اللي هو طلبه مني، انا مش كده. يا ريتني كنت سمعت كلام بابا، فعلا كان كلامه صح ونظرته لماجد كانت صح، بس هيفيد بايه الندم دلوقتي؟ قالت لي ارضي بقى واستحملي، مفيش قدامنا غير كده. والله كلنا ولاد ناس محترمين، بس هنعمل ايه؟ ماسك على كل واحده فينا زله وبيهددنا بيها. بصيت لقيته داخل عليا وبيديني فستان ويقول لي يلا قومي البسي ده عشان في واحد يهمني قوي هيدخل لك دلوقتي ومش عايزه يشتكي منك، وسابني وخرج. قعدت اعيط واطلب من ربنا يساعدني، مبقتش عارفه اعمل ايه، وقعدت اردد دعاء سيدنا يونس لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ودخلت اتوضيت وصليت ركعتين وقعدت اعيط وادعي ربنا. بصيت لقيت الباب بيتفتح وواحد دخل عليا وبيضحك. كنت باصه في الارض وعماله اعيط واقول له ارجوك ارحمني، انا محترمه، انا مش كده، ارجوك سيبني في حالي. لقيته بصلي جامد وقال لي منى ايه اللي جابك هنا وبتعملي ايه؟ بصيت له لقيته اشرف جارنا وصاحب عمر احمد ابن عمي. دخل على قلب الطمأنينة وقعدت اعيط وحكيت له على كل اللي حصل معايا من ساعه ما عرفت ماجد. رد عليا وقال لي وهنا عليكي تسيبي احمد، ده بيموت فيكي. كلامه ده كانه ذبحني بسكينه تلمه. قلت له اعمل ايه دلوقتي؟ قعد يفكر شويه وقال لي بصي اسمعي، انا في دماغي فكره، قومي غيري هدومك وانا هخرج وهقول لماجد انا كله تمام وهطلب منك انك تجيلي بكره ماشي، وسيبيني اتصرف وما تخافيش خالص، انا معاكي ومش هسيبك غير لما ارجعك مصر وانتي في امان. حمدت ربنا وقلت الحمد لله، وفعلا عمر ما حد يلجأ لربنا وربنا يرجعه مكسور ابدا، ربنا كريم الحمد لله يا رب. المهم عملت زي ما اشرف اتفق معايا ومثلت الابتسامه واني خلاص هتجاوب معاه، وفعلا اشرف طلب منه اني اروح له وماجد وافق، بس قال لي انا اللي هوديكي وانا اللي هرجعك. خرجت معاه وانا خايفه ومش عارفه اشرف ناوي على ايه، بس قلت طالما لجأت لربنا عارفه انه هينصرني وهينجيني. هو حد كان يصدق ان ربنا يبعت لي طوق النجاه عن طريق اشرف؟ ده معجزه من ربنا ورحمته. المهم طلعت فوق عند اشرف لقيت عنده ضابط وبيقول لي اخيرا في حد قدر يقف قدام ماجد، ده احنا مش عارفين نمسكه. قلت له بس ده ماسك فيديوهات كتير على كل البنات، هتعملوا ايه؟ قال لي ما تخافيش احنا هنظبط كل حاجه، بصي انتي نص ساعه وانزلي يكون جه وسيبي الباقي علينا.
وفعلا بعد نص ساعة نزلت لقيت واقف مستني، ولقيت الشرطة في كل مكان. واندهشت أكتر لما رحت القسم، لقيت البنات اللي معايا كلهم شهدوا ضده وقدموا فيه بلاغات وفرحوا قوي، وكلهم قعدوا يشكروا فيا ويقولوا انت أنقذتينا، انت فعلا بنت صح. فرحت اني فرحتهم، ولما سألت عرفت ان جميع الفيديوهات اتمسحت ومبقاش ليها اي اثر خالص. فرحت اكتر وقلت الحمد لله. ولقيت اشرف بيقول لي بصي يا منى، انا عايزك تمسحي كل اللي حصل من دماغك خالص كأنه ما حصلش، وانسي وعيشي حياتك من جديد، وبلاش تجيبي سيرة لأهلك، أحسن لو أبوك وأمك عرفوا ممكن يحصل لهم حاجة ويروحوا فيها. وأنا مش هجيب سيرة لأي حد ولا كأني شفتك، وربنا معاكي، أنا مجرد كنت سبب ربنا بعته ليكي عشان ينقذك قبل ما تتلوثي. والحمد لله رجعت. وأول ما رجعت عند بابا وماما، ماما كانت زعلانة إني اتطلقت، لكن بابا كان فرحان قوي. والحمد لله أحمد سامحني وحبه اتغلب على غضبه، وقررنا إننا نتجوز وقلنا هنبدأ حياتنا من جديد. نصيحة لكل بنت، اوعي تتغري في حد من مظهره، ودايما الاب والام بيكونوا شايفين اللي احنا مش شايفينه وهم ادرى بمصلحتنا. وانك تاخدي واحد يحترمك ويحافظ عليكي ويتقي ربنا فيكي احسن من المظاهر الكدابة. ومش عيب اننا نبدأ من الصفر، والاهم من ده كله اننا دايما نلجأ لربنا، واللي يلجأ لربنا لازم يعرف ان ربنا هينجيه. اهم حاجة اليقين بالله وحسن الظن فيه. واخيرا اتمنى لكم دايما حياة سعيدة مليانة برعاية الله وحفظه. واي حد عنده مشكله حصلت معاه او موقف يبعته لينا، واحنا نعمله على هيئه قصه عشان كلنا نستفيد من بعضنا بقصص ومواقف واقعيه. واستنونا في حلقه جديده من حلقات قناه استفاده.